بصراحة مفيش أحلى من الوصفات الكريمي والسريعة واللذيذة جدا، وفي حلة واحدة كمان. لازم تجربوها. يلا نشوف عملناها ازاي. أول حاجة معايا صدور من الدجاج متبلة ومقطعاها شرايح، لبهاراتي ملح وفلفل وسبع بهارات وبابريكا ومعلقة صغيرة من الشطة اختياري ومعلقة صغيرة جدا من العسل. سبتها كده 5 دقايق في التلاجة. بعد كده جبت طاستي السخنة، حطيت فيها معلقة من الزيت، لو حابين تشوحوها بالزبدة طبعا ممكن. نزلت بالفراخ المتشوحة، طبعا لو المشروم بتاعنا فريش بننزله كده الأول ياخد تشويحة مع الزبدة، لكن ده كان معلب. فنزلت بالدجاج والمشروم، ومعايا بولة صغيرة من الشوربة، لكن انا ما كانش عندي شوربة. فاتصرفت، عملت ايه؟ جبت مرقة ومية سخنة جدا، سبت المرقة كده تدوب مع المية لمدة 3 دقايق بالظبط، عملوا لي شوربة. جبت اللازانيا وكسرتها بالمنظر ده ونزلتها مع المشروم والدجاج ومعلقة كبيرة جدا من كريمة الطبخ. وكان معايا في البولة معلقة صغيرة من الكريمة، وحطيت معلقة صغيرة من اللبن، دوبت الكريمة مع اللبن وبرضو ضفتها على اللازانيا. بس كده، كل ده على نار متوسطة تاخد غلواية، واحس ان اللازانيا ابتدت ان هي كده تدخل في السوا، بوطي النار جدا جدا، تاخد بقى وتدي كده مع نفسها لحد ما الاقي ان اللازانيا استوت وبقت طرية. اخر خطوة معايا بنزل بيه رشة كده من الجبنة الموتزاريلا اختياري، وكنت مقطعة بقدونس تقطيعة صغيرة. لما هدت واستوت رشيت عليها كده رشة من البقدونس وبس كده.